Assalamu alaikum. Welcome back to my classroom. Today, inshallah, we are going to start a new course. It's all about the numbers. Excellent everyone. السلام عليكم وازيكم وعاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنبدا كورس جديد، والكورس في الماث، وهنبدا في الارقام. ان شاء الله يبقى كورس خفيف وبسيط عليكم وتحبوه جدا 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 انتم واولادكم، وفي نهايه كل حصه في نشاط تقدري تطبقيه مع الاولاد وهيعجبهم جدا. فيلا نبدا مع بعض بالدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. احسنتم، جزاكم الله كل خير. يلا نبدا مع بعض بالارقام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يلا نغني مع بعض. 1 2 the sky is blue. 3 4 this is a floor. 5 6 make a cake mix. 7 8 I like skate. 9 10 this is a pen. This is a pen. Excellent everyone. Clap your hands. ممتازين. Okay. Today we have a new friend. Say hello, star of the show. The number 1. 1 1 1 again. 1 1. What's this again? 1 1. Excellent everyone. 1 1 1 1 1 1 1. Show me the number 1 on your hand. 1 1. وروني رقم واحد على ايديكم. 1 1 1. Amazing. 1 1 1 1 1. Say hello to our friend. 1 1 1 1. Excellent everyone. Now story time. Before we start, make sure your looking eyes are on and your listening ears are on. Okay, excellent everyone. Number 1 likes to do all things by himself every day. رقم 1 بيحب دايما يعمل كل حاجته بنفسه. In the morning, the number 1 usually eats 1 apple. 1 apple. 1 banana. 1 banana. Excellent everyone. And 1 orange. 1 orange. Excellent everyone. الصبح رقم 1 دايما او في الغالب بيحب ياكل تفاحة واحدة وموزة واحدة وبرتقالة. 1 orange. Excellent everyone. Okay. 1 works as a baker. He makes a tasty bun. Bun is a bread with dried fruit. بصوا يا ولاد، البن ده اللي هو نوع من انواع الخبز، ليه اشكال كتيره بس اشهر شكل ليه اللي هو بنستخدمه في البرجر. احنا في مصر بنسميه عيش كايزر، ودي صوره للبن. هو ده البن. بن هو اشهر واحد بيعمل نوع البن ده. بن 1 it's a bun. 1 it's a bun. 1 وكمان على فكرة يا ولاد بن معناها برضو كعكة الشعر، يعني لما بنسرح شعرنا وبنلفه كحكة، هو ده برضو اسمه بن، وده برضو شكل البن. خلاص، يبقى البن ليه معنيين، معنى نوع من انواع الخبز، وكمان كحكة الشعر عشان هو بيسمى يعني معناها كعكة. تمام يا ولاد؟ يبقى نرجع تاني. وصل لسه جاي. 1 eats a bun. 1 eats a bun. 1. Excellent. Clap your hands. Now let's learn how to write the number 1. تعالي نشوف هنكتبه ازاي. خلاص يا ولاد؟ طيب number 1 نكتبه بكل بساطة. هنقول down أو a straight line.
اوكي. ممكن اقول كمان انزل 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 لحد السطر، انزل 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 لحد السطر، بس يفضل ان احنا نعرفها بالانجليزي. طيب تعالوا يا ولاد نلعب مع بعض دلوقتي لعبة حلوة. يلا نغمض عينينا بسرعة، غمض 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 بسرعة 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 بسرعة، نغمض عينينا. شطار شطار، احلى ولاد واحلى بنات. بسرعة 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 نغمض عينينا، بسرعة 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 بسرعة. غمض 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 غمض. غمض عينيك وغمض غمض غمض. بسرعة نغمض غمض غمض غمض. احنا عندنا نشاط ده، عندنا مجموعة أطباق خلاص، وكل طبق فيه مجموعة حاجات أو فيه أشياء خلاص. احنا محتاجين نحط دايرة على الطبق اللي فيه one thing، حاجة واحدة بس. فتعالوا نبدأ مع بعض ونعد يا ولاد. ها، ولما نلاقي حاجة الواحدة نكتب تحتيها رقم 1 accent of 1. اوكي يلا نبدأ بأول واحدة. ها 1 2 1 2، دي فيها one thing غلط، فبالتالي نعمل عندها x. طيب next. ها 1 1 1 1 1 1 accent of 1. اوكي يلا نحط عليها دايرة ونكتب تحتيها number 1. اوكي بنكتب number 1 ازاي يا ولاد؟ ها down 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 accent of 1. اوكي ها next. ها 1 نحط عليها دايرة، شطار، ونكتب عندها number 1 accent of 1. ممتازين، شطار شطار، عملكوا big heart. Okay, in the end I hope you enjoyed today's lesson. Thank you for watching. See you soon. أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.